بيقول اوصاف الحلول وان الناس تبطل نزول وان احنا بقى نقبل ونستكين ونتنازل عن الدم اللي نزل ده كله. الحاجات دي كلها طبعا مرفوضه رفض تام وبات. ولو اي حد قبل باوصاف الحلول وقبل ان هو يعمل تصالح مع حكومه الانقلاب، انا اول واحده هقف ضده، اول واحده هكتب ضده، لانه لا تكاون ولا تصالح فوق دماء المصريين، يعني مطلقا ما فيش حاجه اسمها كده. الجزئيه الثانيه اللي بيقول ان الناس تهدى شويه وتبطل النزول، انا شايفه ان النزول واستمرار النزول هو ده اللي عامل قلق كبير للانقلاب. ولو ما كانش النزول ده موجود من اول لحظه من اول ثانيه، يعني يضربوا وسقوط الشهداء ومع ذلك ينزل غيرهم وهكذا، والصمود والثبات اللي احنا شايفينه هو ده الحقيقه اللي بيخلخل قواعد هذا الانقلاب. مش بقول ان هو بيترنح ولا حاجه عشان ما نكونش يعني بنكذب على الناس، لكن احنا بنقول انه اهم حاجه عشان تهد نظام ان انت بتيجي في القواعد بتاعته كده وتخلخلها. هو ده بالظبط اللي المظاهرات بتعمله، هو ده اللي الكتابات اللي الناس بتعملها، برامج التلفزيونيه بتعملها، كل الحاجات دي كلها مهمتها تخلخلها. اول ما الجزئيه اللي تحت كده هتتخلخل هتيجي مع الحته اللي فوق هتعمل كده هيقع. هو ده مهم قوي ان احنا نخلخل النظام. لكن هو بيهتز رغم ان هو ما بيتهزش، لكن هو بيهتز. لا انت عارف في فيلم زمان كده انا حاطه دايما بهزر في الموضوع ده، في عبد المنعم مدبولي اللي كان بيقول لك انا مش قصير وازعل طويل. هو كده، هو بالظبط كده. هو كده، هو بقى ايه يقول لك انا ما بتهزش، بس هو بيتهز ما بيترعش. فهو ده يعني ايه المختصر المفيد. ايه تاني؟